اليوم هو 2 من شهر محرم من الحرام. بهذا اليوم الإمام الحسين عليه السلام دخل إلى منطقة فقالوا له هذه كربلاء، فقال الإمام اللهم إني أعوذ بك من الكرب والبلاء. فالمهم اكو شخص دائما يحب يكون الأول، فمرة صار أول من وقف بوجه الإمام الحسين، ومرة ثانية صار أول من قاتل بين يدي الإمام الحسين. زين، شنو هذا التغيير ومنو هذا الشخص؟ إنه الحر الرياحي، كان قائد في جيش عبيد الله بن زياد. الإمام الحسين عليه السلام كان قاصدا الكوفة، فمنعه الحر من الدخول إلى الكوفة، فغير الإمام الحسين طريقه واتجه إلى كربلاء. الحر خلال هاي الأحداث كان يسمع، يشوف نور الحسين وشاف نور الحق، فبيوم عاشوراء كل شيء صار واضح. اختار يترك منصبه وسمعته وجيشه، واختار يكون مع الحق، وانتقل من الظلمات إلى النور، فركض نحو خيمة الإمام وقال له هل لي من توبة. هنا الإمام ما قال له منعتني أذيتني، لا، وإنما الإمام الحسين جاوب بكلمات تهز القلب: نعم يتوب الله عليك، أنت حر في الدنيا والآخرة. أنا ما أعرف تشوفون جمال كربلاء، مكان الغفران والرحمة والرجوع إلى الله. الحر كان بمكان غلط بس ما كمل، وقف فكر ورجع. لهذا التوبة هو الدرس الأول من كربلاء. يقال إنه أي قرار يرضي الله لا تفكر فيه مرتين، مهما كانت ذنوبك فباب الحسين مفتوح وباب الله أوسع. كن مثل الحر، لا تخلي الذنب منعك ترجع، لأن يمكن باكر الفرصة تروح وماكو كربلاء لتلتحق بركب الحسين. وقصة قصيرة، قال غدا سأتوب، نام ولم يستيقظ. ويا موفق وفق، حيدر مجيد.